ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني انا ريتاج اولى طب بيطري. كنا بنقول ان عقدتنا في الثانويه العامه هي الفيزياء، بس بعد ما شفنا امتحانات النظام الجديد بقت عقدتنا بجد هي الاحياء. ومش كلنا بناخد بالنا من كده لان هي بتكون اخر ماده، فكله طالع مبسوط وان هو خلص امتحانات، فمش بنشغل بالنا بمراجعه ولا بنشغل بالنا هي الاسئله جت صعبه ولا سهله. المهم ان احنا خلصنا ومش بنقول ان هو كانت صعبه او سهله، فمحدش بياخد باله الامتحان كان سهل او صعب غير المدرسين. وطبعا انتوا على مدار السنه وفي الوقت اللي هو دلوقتي بتواجهوا مشكله كبيره في حل الاسئله بتاعه الاحياء. طب ازاي نحل المشكله دي؟ وهل بتفرق في طريقه المذاكره ولا لا؟ وكمان مش بتعرف تختار المدرس اللي هيفيدك؟ كل ده هنتكلم عنه في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتعمل جوين لجروب التليجرام. وكفايه كلام لحد كده ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. نبدأ بالسؤال اللي محير أغلبكم، وهو آخد مع مين أحياء؟ الحقيقي إن إجابة السؤال ده هو عندك أنت مش عندي أنا، بمعنى إن هو المدرس اللي هترتاح معاه هو اللي هتاخد معاه، سواء بقى كان أونلاين أو سنتر. في مدرسين في كل المحافظات مش بيبقوا مشهورين وبيطلع من عندهم أوائل الجمهورية، وبيطلع من عندهم كمان ناس كتير مقفلة الأحياء، فمش شرط خالص إن أنت لازم تاخد مع مدرس مشهور أو صحابك أقولك عن مدرس مشهور بياخدوا معاه فأنت لازم تكون بتفهم وتاخد معاه. لا، الموضوع ده بيتوقف على فهمك أنت، وأنت مرتاح مع أنهي مدرس وفاهم منه كويس. بس لو هتكلم عن تجربتي انا كنت باخد مع دكتور محمد ايمن، كان ممتاز جدا والتيم بتاعه كويس جدا. وجربت برضو دكتور احمد الجواري في اول شهر، بس الصراحه ما عجبنيش التيم بتاعه. هو كان شرحه كويس بس التيم بتاعه ما كانش احسن حاجه، وكانوا بيستنوا وقت طويل قوي قبل ما يردوا على الاسئله اللي انا بعتها. واللي يقولوا ان التيم اتغير، معلش انت عرفت منين؟ انت ما كنتش ثانويه عامه قبليها بسنه عشان تعرف؟ دي اول سنه ليك ثانويه عامه. انا كان عندي اختي الكبيره هي اللي كانت في ثانويه عامه في 2023 وانا كنت 24، فعرفت اقارن عشان هي كانت بتاخد معايا، فعرفت اقارن ما بين السنه بتاعتي والسنه بتاعتها. وهل كان في تغيير؟ هو المنصه اتغيرت فيها والتيم بتاعه غيره ولا لا؟ وما كانش فيه تغيير خالص، فعشان كده اتجهت ان انا اخد مع دكتور محمد ايمن. وهو الدكتور كان كويس جدا والتيم بتاعه كويس جدا وهو كان شرحه ممتاز. في نهايه الكلام عن المدرسين، فانا بقولك انك تاخد مع مدرس اللي انت بترتاح معاه وبتفهم منه كويس. طيب بعد كده، هل طريقه المذاكره بتفرق في الحل؟ الاجابه ان طبعا الطريقه بتفرق. يعني انا مثلا كان طريقتي في المذاكره، انا كنت باخد اونلاين، فكنت بسمع الجزء مثلا بتاع الهيكل المحوري واروح اذاكره من المذكره، وبعدين كنت بروح اسمع مثلا الطرف العلوي واروح اذاكره. يعني كنت مقسمه الحصه على كذا جزء، ان انا اسمع جزء واروح اذاكر من المذكره الجزء اللي انا سمعته، وهكذا في كل محاضره. وبعد ما بخلص المحاضره بروح اذاكر الدرس تاني من اوله بالملاحظات اللي انا كتبتها من الكتاب. ونصيحتي بقى ليكم انكم تستعينوا بالصور وانتوا بتذاكروا، لان ده هيساعدكم انتوا تفتكروا الحاجات اللي ذاكرتوها وقت ما تيجوا تحلوا وفي الامتحان كمان. وطبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان الاحياء بتبقى اخر ماده، فلازم تحط لها اساس قوي من البدايه عشان بتقعد فتره طويله ما بتذاكرهاش. كمان فتره الامتحان بيبقى حوالي شهر بتفضل سايبها ومش بتراجع عليها، فاللي هيخليك تفتكر هو التربيطات والملاحظات اللي انت كنت كاتبها، فلازم تكون حاطط لها اساس قوي من البدايه. وبكده اكون كلمتكم عن المدرسين اللي هتاخدوا معاهم، وكلمتكم كمان عن ازاي تذاكروا الاحياء. ودلوقتي جه وقت الحل، وده اللي كنت بعمله مباشره اول ما اخلص مذاكره الدرس من المذكره. انا كنت ببدا حل بكتاب الامتحان، ولانه مناسب جدا انك تبدا بيه لانه الاسئله متدرجه بين السهل والمتوسط والصعب، فده كان كويس جدا ان انا ابدا بيه اول ما اخلص مذاكره الدرس. وبعدين كنت بلجأ لحل كتاب التفوق، بس طبعا مش في نفس اليوم لاني كنت بستخدمه كمراجعه في نص الاسبوع او في اخره. وده كويس جدا انكم تبداوا تحلوا كتاب يكون خفيف شويه اول ما تخلصوا الدرس، وبعدين تسيبوا كتاب تقيل لنص الاسبوع او اخر اسبوع وانتوا بتراجعوا. وكده اكون قلت لكم كل النصايح في ماده الاحياء، اتمنى انها تفيدكم. ما تنسوش لو فاتكم الفيديو تضغطوا لايك وسبسكرايب. باي.